مساء النور البنات، مساء الورد والفل والياسمين. شنو حوالكم؟ ان شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي نعمه. الناس الكل رجعت لكم في فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم، وفيه تغييرات صالتي جديده باش نوريكم كيفاش اخترت صالتي جديده، وان شاء الله باش تعجبكم. وبرشا هكا حاجات مزيانين، وباش نعملوا بيتزا بنينه على الاخر. وعملت لكم زيدا فانوس رمضان باللي موجود حسيلو. خليكم مع الفيديو تو تشوفوا شنو فيه وشنو وكيفاش اخترت صالتي جديده. حسيلو البنات قبل ما نبداو، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه افضل الصلاه وازكى السلام. يعيشكم البنات الكل، يرحم والديكم، محلاكم، محلى قلوبكم، محلى تشجيعكم ليا، ومحلى كومنتاراتكم. وعلى ذكر الكومنتارات البنات سامحوني هالنهاري ما رجعتش على الكومنتارات، الله غالب ما كنتش في الدار، كنت في دارنا. وان شاء الله توا نرجع ونجاوبكم الناس الكل. اي وحده كتبت لي كومنتير نعتذر على التاخير. نحب ديما كل كومنتير نجاوب عليه اول باول. هذاك التواصل بيني وبين المتتبعين متاعي ولا المتتبعات متاعي، هكا علاش ديما نحرص باش نجاوب على الكومنتارات في الوقت. باهي البنات اليوم نهير جديد، روحت اليوم الاربعاء، روحت اليوم من دارنا، وصلت تقريبا ماضي ساعه لداري. حسيت دوب ما وصلت ديريكت مشيت نعمل في روتين في الصاله. وبما اني عندي صاله جديده لازمني نفرح بها ومحلاها كي تبدا عندك حاجه جديده، هكا تعطيك روح جديده وتعطيك طاقه ايجابيه. ومحلاها كتحضيرات رمضان ان شاء الله يجينا بالخير والخمير يا ربي، ان شاء الله نصوموه بالصحه. وشوفوا الفيديو واحكموا بالحق، فيديو محليه 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 على الاخر. فرحت بالتغييرات الجديده، وان شاء الله انتم زاده تعجبكم. قولوا لي شنو رايكم، عجبكم ذوقي ولا لا؟ باهي البنات اول حاجه خرجت الزربيه، وخرجت كان فيها جراري هي زاده خرجتهم، بما انه نسهروا فيها في الليل والكل. حتى فيها الجراري، تعرفوا معناها الصغار والناس كل تعرف تقريبا توينسه كل كيف حسيلو. خرجتهم فما شميسة، أما طقس بارد نوعا ما، أما فما شمس محلها. خرجت للشمس، خرجت الزربية وعملت لها كنسة ومسحتها. وباش نوريكم توا بعد ما كملت نظفتها بالكدا ومسحت راني الفتيات متاعها الكل نظفتهم، اما ما صورت لكمش. حليت لها الشباك، دخلتها الشمس، تبدل الهواء في الدار. تعرفوا المراه كي تبدا مش في الدار تلقاها الدار مش كيما العاده، معناها تحس ما فيهش روح. باهي البنات باش نوريكم شنو شريت جديد، ان شاء الله باش يعجبكم، وان شاء الله زاده ذوقي يعجبكم. هذه البنات المرقوم اللي خذيته خفيف، هو راهو مش كي تشوفوا تقول زربيه بالبعيد، اما راهو خفيف ومحليه، عجبني على الاخر هكا بالريشه. شوفوا البنات محليه لونه، خذيت لون هذايا، حبيت تغيير جذري للصاله هكا، علاش كرهت اللون اللي فيها قلت خليني نبدلها. هذاك المرقوم. وتوا باش نوريكم الغلافات ولا اللفافات اللي خذيتهم للصاله. حبيت نختار الكولير هذا علاش فما في الفير البنات، فما في البلو، فما في البيج، حسيلو تقريبا الكوليرات الكل. اما اخترت عجبني الفير وعجبني البردو هذايا، حتى البلو مزيان. اما تعرفوا معناها الصغار بحكم كي يبداو صغار الالوان الفاتحه في ساعه تتمسخ، حبيت نختار اللون هذايا. ومن بعد باش اخترت المرقوم، خذيت اللفافه قبل من بعد اخترت المرقوم. شوفوا ما شاء الله معناها كبرها قداش، فيها اسوام البنات. خذيت من الكاليتي الباهيه، فيها الكيكه برا وفيها الباهيه، وكبيره كبيره ما شاء الله. تو تشوفوا الصاله كبرها مع 9 متر. تو تشوفوا ما شاء الله لفتها الكل وجيت محلاها 9 متر. خديت لها 3 وربع الفاضل في الوسطانيه فاضله، معناها نجم نقسمها على زوز. خممت باش نقصها، نهزها الخياطه ونقصها، واللي نقصه نحطه على اليدين معناها على كتكيه منه ومنه. مازلت نخمم ما نعرفش، هو اليوم الاربعاء اليوم ركحتها. باهي البنات كملت ركحت السلطه، وبعد نوريها لكم كيفاش طلعت. قلت نكمل كل شيء وبعد نوريكم النتيجه النهائيه في الاخر. باهي جود بالموجود. عندي البنات كانت عندي طاوله بولار راهي تكسرت،
هذاك علاش مازلت ما شريتش طاولة أخرى، نحب نشري صالة جديدة باش نشري معاها طاولة جديدة. كي تكسرت ما عاودش شريت. عندي الطاولة ذي اللوح قديمة هي، حطيت عليها مرة الكانون تحرقت، باش نعمل لها تغيير زاده هي وباش نستغلها نحطها في الصالة. هاكم تشوفوا خذيت الغلاف هذاك ستيكر باش نلصقوا عليه، قصيت قد وخذيت اللي نظفوا بها البولار ذيك باش نخرج بها الهواء اللي بين الطاولة وبين الغلاف باش تجيني مريقلة، معناها من جهات الكل ما تبداش فيها الهواء. كما تشوفوا البنات هكا بشوية بشوية حتى لين نكمل نغلفها الكل. ونتصور كان اخترت لها كولور اخر معناها ستيكر اخر راهي جات ازين من هكاك، اما راهو بلي موجود عندي ستيكر هذاك قلت خليني نستغله نبدل بيه المنظر متاع الطاولة. شوفوا البنات باش نكمل نركعها بالكدا وبعد نوريها لكم زاده. وهذه بعد ما كملت غلفتها الصالة الكل كالعادة، راني ما نحبش نحط لا مرقوم لا زربية، كما نحط تحتها كالحصيرة. علاش؟ على الغبرة على البرد ديما نحب نحط تحتها. توا باش نكمل نفرشها ومن بعد نوريكم كيفاش جات. وشوفوا ما شاء الله معناها تبدلت 180 درجة. ان شاء الله المرة الجاية حطيت في بالي باش نشري الفير، عجبني على الاخر والبلو، ما نعرفش المرة الجاية باش نختارني يا ناخذ الفير يا ناخذ البلو. شوفوا البنات المرقوم محليه هكا قربت لكم التصويره، محليه يهبل منظره. فيها كريشه مزيانها والزرابي تو بدينا نستغناو عليهم بحكم رزينه على الاخر، حتى كي تغسلها توحل فيها. باهي البنات بالنسبه للمخادد استعملت هذوكم مبدئيا. اما باش نمشي نعمل لها مخادد عند الخياطه باش ناخذ كولارات فاتحه باش نحاول نفتح بها اللون نتاع الصاله، خاطر كلها في الروج. باش ناخذ كولارات فاتحه للمخادد. وتوا البنات عندي النجمه دي كيفاش عملتها. خديت عواد الشواء ذوكم، لصقتهم على شكل نجمه ومن بعد نجمه اخرى فوقها، معناها كيما تشوفوا الشكل اللي قدامكم. كان عجبتكم تو نشاركها معاكم سامبل ما فيها شيء. ومن بعد خديت لها الكولور هذاك الدوري، دهنتها الكل وعملت زعما في نفس رمضان باللي موجود زاده. خديت بوزابولا، خديت هذيك اللوطانيه حسيلو نتاع اسمها هي فاشكه ولا اسمها كان نتاع الزهر. وخديت غطاء نتاع بدون جافيل والليد هذيك نتاع البدون. حسيت تشوفوا هذيك هو المنظر النهائي نتاعو. وهذيك النجمه البنات بعد ما دهنتها وخديت زاده المبخرة هذيك. شوفوا محلاها هي راهي بالضوء، اما حطيت فيها كل الشمعة شنو اسمه نسيته. شعلت واحدة وحطيتها على خاطر البريز بعيد هكا، علاش سينو راهي يمشي بالضوء المبخرة هذيك. وهذه البنات هكا عجعجتها عجعاجي. هذه البنات المنظر النهائي والشكل النهائي للصالة متاعي. صالتي جديدة عجبتني، عطات روح جديدة، ان شاء الله زادت تعجبكم. قولوا لي شنو رايكم، عجبتكم ولا لا؟ ووجود بالموجود راه تنجم تعمل حاجات جديدة باللي موجود وبأبسط الأشياء. تعمل حاجات جديدة. الفايدة أنك تكون عندك قناعة زادة، والفايدة السعادة زادة، تبدأ إنسان سعيد. راهو كل شيء حاجات بسيطة على الآخر تفرحك. باهي توا خلينا صالتنا كملناها باش نمشي نعمل بيتزا. للأمانة الفيديو تاع البيتزا البنات راني عملته عنده قداش من نهار، اما ما سهلش ربي باش نهبطه هاوكا اليوم باش نهبطه مع روتين الصالة. خديت شوية خميرة وخديت شوية سكر تقريبا مغرفة سكر، ودفيت الحليب. تحبوا تعجنوا بالحليب ولا بالماء، راهو حتى بالماء مش فرق كبير. راهو البنات نجموا اقتصادية اكثر تعملوها بالماء كيما تحبوا. اما احنا مرة بعد قداش نعملوا بيتزا مش كل يوم، حبيت نعجنها بالحليب. وتوا البنات خديت الفارينة وهذيك الحكة وكالدبوزة متاع الحليب. ان شاء الله باش نشاركها معاكم في المشتريات. التوا ما منتجتوش الفيديو متاع المشتريات، في برشا حاجات زاده ان شاء الله توا نشاركه معاكم. وحطيت شويه ملح وباش نعجنها بالحليب الدافي حتى لين نحصلوا على عجينه طريه وفي نفس الوقت متماسكه. وهذيك البنات مغرفه كليلو زعتر مرحي. حبيت زاده نحط العجينه نحط لها المنسمات هذيك باش تعطيها الجو نتاع الزعتر والكليل وباش تبدا بنينه. تعرفوا البيتزا
الزعتر والكليل يبنن بالكدا معناه في العجين ولا في الصوص. وتوا البنات باش نعجنها بالكدا ونخليها ترتاح بينما حضرت الصوص نتاع البيتزا. هاكا كيما تشوفوا لمت فيها تلميذ تقريبا، مش باش نعجنها معناها عجنين كبير هاكم. تشوفوا على عينيكم مش نحطها على الرخامه توا. لمتها بالكدا ومن بعد رش عليها شويه فرينه ونخليها تخمر. هي في ساعه تخمر، راهو كان حطيته شويه سكر في العجين راهو في ساعه يخمر، ما ياخذش منك برشا وقت. هاكا البنات كما قلت لكم، ونكمل بعد بقيه المراحل. كان وصلتوا لهنا ما تنساوش الجيم والكومنتير، واللي مش مشتركه واول مره تشوفني ان شاء الله تشجعني تشترك باش عائلتنا تكبر. راهي ما تكبر كان بكم وكان بمتابعتكم ليا، ان شاء الله ديما نكون في حسن ظنكم الناس الكل. هاكا البنات لقيتها يابسه شويه معناها ناقصه، حطيت شويه ماء في الكسرونه هذيك نتاع الحليب، شويه ماء دافي، وكل مره قعدت نزيدها حتى لين تحصلت على القوام اللي نحب عليه. وشريت زاد الستيكر للكوجينه ان شاء الله. عنده زاد قداش من نهار تقريبا جمعه ولا اكثر البنات. مازلت ما شاركتوش معاكم، كيف مش نشارك معاكم في فيديو المشتريات باش نعمل هكا تغييرات في الكوجينه زاده نعطيوها روح جديده قبل رمضان. وراه فايدة في رمضان أنه نصوموه بالصحيح، صيام وقيام إن شاء الله ربي يتقبل منا صالح الأعمال. هذيك الفايدة. أما ما فيها بيس راهو كان نفرحوا. صحيح هو شهر عبادة، صحيح هو شهر باش نقربوا من ربي أكثر، باش نصوموا، باش نصدقوا العبادة بصفة عامة. أما ما فيها به زادة نعملوا حاجات جديدة بمناسبة الشهر الفضيل، حتى صغيراتك نهار آخر كي يكبروا يعرفوا اللي هو حاجة معناه نستناوها كل عام، حاجة شهر فضيل نفرحوا به برشا، نحتفلوا به. إن شاء الله ربي يبلغنا رمضان بتمام الصحة يا ربي، وإن شاء الله نصوموه وإن شاء الله ربي يتقبل منا صالح الأعمال. تو البنات خليت العجينة تخمر على روحها باش نحضروا الصوص مع بعضنا. عندي طريقتين في الصوص. نجم تاخذ روبو تحط فيه نفس المكونات اللي باش نحطوهم توا، هكا نقطع في الطماطم مكعب باش نزيدها من بعد تالي سنتين ثوم، شويه فلفل اكحل، شويه ملح، شويه كليلو زعتر برحي، ومغيرفه هكا زيت زيتونه. كان تحبوا تحطوهم في الروبو ترحيوهم من بعد تحطوهم يطيبوا، ومعاهم هكا على راس المغرفه الطماطم مرحية. كان تحبوا بطريقة هذه كل شيء مع بعضه، تحطوا الطماطم، تحطوا شوية زيت، تحطوا اللفاحات اللي قلت لكم عليهم وتخليوها تطيب على النار هادية. من بعد ترحيوها في الاخر معناها ترحيها، وما تنحوش البنات القشور خاطر هي اللي باش تعطي اكل كولور الاحمر في الصوص، معناها بتجيك حمرا ما تجيكش لونها باهت هكا ومستبيضة. فهمتوني؟ خليتها البنات طابت سيبون، طابت على روحها ورحيتها وما شاركتكمش. وتوا خديت العجينه بعد ما خمرت تقريبا جاوني 2 كعبات بيتزا. هاني باش نشارككم كعبه والكعبه الاخرى باش نعملها وحدي. رشيت شويه فرينه على الرخامه باش نبدا نحل في العجينه. قسمتها على 2 كما قلت لكم. حلوها في معناه تكون متوسطه، ما تكونش رقيقه على الاخر وما تكونش زاده غليظه برشا باش ما تجيكمش كاينها خبز، معناه تجيكم خشينه ما تجيش بنينه. راهو خليوها معتدله، لا هي خشينه لا هي ضعيفه برشا زاده. شوفوا البنات كيفاش هكا حليتها، تتحل بكل سهوله خاطرها خامره بالكدا وطريه. وتوا نحطها في الطبق. رشيت شويه فرينه، كان تحبوا تحطوا ورق الزبده حطوا، اما نحب نحط الفرينه من بعد هكا الفرينه تبدا تطيب هكا تسيب ريحه مزيانه محلاها ريحه العجين بصفه عامه. كان تحبوا تحطوا ورق الزبده حطوا نتوما شنو تحبوا. توا البنات حطيت الصوص اللي حضرناها بعد ما رحيتها، وعلى كثر مني نرغب لهي نزرب ما رحيتهاش بالكدا، قعدت فيها شويه ماكل قشور نتاع الطماطم. توا قصيت شويه فلفل، شويه بصل، وشويه طماطم مكعب باش نزين بيها اكل بيتزا. ما نحبهاش من غير خضره، نحب نحط فيها خضره كيما هكا تعطيها منظر مزيان وفي نفس الوقت تبدا بنينه.
حطوا البنات بطريقة اللي تحبوا عليه، طريقة عشوائية. زينوا بجراير الفلفل والطماطم والبصل. توا البنات نهز نحطها في الفور كما تشوفوا، ومن بعد نوريها لكم بعد ما تحضر كيفاش. توا خذيت لون مزيان هكا، بدات تحمار وبدات تطيب العجينه باش نحط لها الموتزاريلا. ننصحكم البنات خذوا الموتزاريلا العربي، من بعد تجيكم هكا تتجبد وكيما تحبوا كالقوام اللي تحبوه. خير من الموتزاريلا الاخرى، العربي خير. ربيتها فك الوحده نتاع السلاطه ذيك اللي نربيو بها السلاطه، ولا الثوم، ولا معناها عديد الاستخدامات بطبيعتها. وباش نحط لها الزيتون ماذا بيكم تاخذوا الزيتون هذاك المصبر، تغسلوه البنات خاطر فيه مصبرات وفيه بزايد ملح، اغسلوه بالكدا. ومن بعد زينوا بيه. خذيت زيتون اكحل وزيتون اخضر، بطبيعتي راني ديما ناخذ كميه نحطها في الفريجيدير نكنجلها معناها. ومن بعد وين نجي نستحق نمد شويه نغسلها ونستعملها. هو بطبيعته ما يثلجش على بعضه، ما تنجم تنحي منه بسهوله. نحط الزيتون ومن بعد باش نحط لها التن البنات. قبل ما نحط لها التن باش نحطها في الفور لين يصير هكا الجبن هذاك الكل يذوب ويبدا هكا يتجبد. من بعد نهبطها ونحط لها التن نحطه في الاخر من غير ما نطيب ولا حتى شيء هكا هو. وباش نزينها بشويه معدنوس هكا وريقتين معدنوس باش نعطيوها منظر مزيان. تعرفوا العين تاكل قبل الفم. ان شاء الله البنات تعجبكم البيتزا وتجربوها، سهله راهو ما فيها حتى شيء، وصغيرات يحبوها. وكهو معناه فيه حتى شيء، سهله على الاخر وناجحه من اول تجربه. رشة المعدنوس في الاخر اختياريه، كنت تحبوا ما تحطوش، جيست حبيت نعطيها منظر وكا